ما لبستش توني ديال شي فرقه غتلعب ضد الدراجه. حان وقت الحساب ودا يتمنى من البي بي مينيم كادي جونيور سينيور وانت طالع. هذا فشل ذريع في التسيير، ما بانش نتائج شي بحالو. قبل ما نبداو الفيديو الخوت نبغي اي واحد عنده فيسبوك يمشي ويحط هاشتاغ اشرف حكيمي بالون دور 2025. سيبورتيو البطل ديالنا اشرف حكيمي باش هذا العام يدي بالون دور على بركه الله. خويا حمزه، كاع عندنا 20 رجاويين، ولاد دربنا رجاويين، عائلاتنا فيهم الرجاويين، وكاع كنطلعوا على بعضياتنا. نهار تخسر رجاء اكيد غنطلع لك، ونهار غتخسر الوداد اكيد غنتوقعك تطلع عليا. هذا الشيء مفروغ منه، وهذه الثقافه اللي كبرنا بها كمغاربه، نطلعوا على بعضياتنا في الدرب، وفي نفس الوقت كتلقى رجاوي يلعب مع ودادي يلعب مع ما عرفت شنو هو. كاينش المشكل، غير هو حاجه وحده خويا برزوق، باش تلبس توني ديال الخصم ديال الوداد في كل حلقه هنا قلبك عامر عشيري. والميساج اللي عندي ليك هو ان غير خصك تصفي وصافي، اصفي النيه، فهمتي؟ ما كاينش المشكل، حيت انا كودادي ما لبستش توني ديال شي فرقه غتلعب ضد الدراجه. شكون واضحين، سواء الترجي سواء الاهلي سواء ايا كانت، غير لبست توني ديال الوداد ونطلع لك. فانت نطلب منك اخويا، لا باغي تطلع على الوداديين في الحلقه ديال بودكاست 90، لبس توني ديال الراجا وطلعها. انت رجاوي، طلع من نيفو شويه السي حمزه، ندخل المونديال الانديه. اي واحد تفرج في ماتش الوداد والسيتي التوقعات ديالو تهزات شويه ان الوداد تقدر تتاهل. زدنا عاوتاني تفرجنا في ماتش ديال اليوفي، واخا النتيجه كانت اكفس، ولكن قلنا كوميم سجلنا واحد الهدف بطريقه زوينه، لعبنا واحد الكره لا باس بها، قلنا صافي تقصينا، وحنا اصلا غادين على اساس كانت عندنا واحد الامال بسيطه ان نقدروا نديروا شي حاجه، بحكم ان الفريق تجمع في اخر لحظه. كاينين اللعابه ما حضروش معك لونطرينمون، كاينين اللعابه جاو من مورا الماتش الاول بحال السومه، فتوقعات كانت محدوده. ولكن جي الماتش ديال العين ودير داك الاداء، كلنا نتفهموا ان الى الوداد خسر مع اليوفي ومع السيتي شيء عادي بحكم الفوارق الشاسعه بين البطولتين وبين الفريقين. ولكن العين وفي أسوأ أحواله لا تقبل، هذه بأي منطق لا تقبل، ما يمكنش. شي كون سولوا اللعابه ديال مانشستر سيتي وديال اليوفي شكون غيربح الماتش ما بين الوداد والعين، نقسم لكم فمي بالله حتى اي لعاب فيهم غيقول لك الوداد هي اللي غتربح بحكم الاداء اللي قدمنا ضدهم. ولكن هذا الجيل ديال الوداد حاليا هو اكفس جيل داز في الوداد في خلال 10 سنوات الماضيه، حيث من 10 سنين هذه وحنا هاد دومي فينال تشامبيونز ليغ، فينال تشامبيونز ليغ، كارت فينال تشامبيونز ليغ، دومي فينال تشامبيونز ليغ. باش نشوف انا بحال هذا الشيء لا يعقل. وانا في هذا الفيديو ما غندويش على اللعابه، انا غنركز على المشكل الرئيسي الا وهو التسيير، حيث الخلل راه من راس الهرم وانت نازل. انت كرئيس عارف بانك غتشارك في كاس العالم للانديه عام هادي ولا اكثر، وتبقى مسير ليا الفريق بهذيك الشكل. حيت تكون كان رئيس عارف شنو كيدير، غيجيب مكتب مسير كيعرف شنو كيدير، غيجيب مكتب تقني كيعرف شنو كيدير، غيجيبوا مدرب كيعرف شنو كيدير، مدرب غيجيب لعابه هو المكتب التقني كيعرف واش كيديروا هاد اللعابه. الوغ هاد التسلسل ديال القرارات الصائبه غيعطيك الاكل ديالو في ارضيه الملعب. يعني انا بسطتها لكم ابسط ما يكون. وكنا كنتغاضاو على الخلل، كان عندنا امال انه اوكي الوداد ها كاس العالم اخر 3 الماتشات في بطوله راه بانوا بان كاين واحد التحسن. كاس العالم عنده لي بوزيتيف ديالو، مشيتي خديتي اكسبيريونس ثقيله، خديتي فليسات وغترجع وغتبدا في بطوله وموسم جديد تما فين غتبين. ولكن حان وقت الحساب ودا يتمنى، دابا غنتحاسبوا معك. سالات الحفله واول حاجه غتبدا بها هي الجمع العام سي يتمنهم، كون داكشي على الورق، كون داكشي واضح باش نعرفوا الوداد كي غتزيد في الموسم المقبل. عندك البطوله وكاس العرش والكاس الكاف، حط ليا شنو هما لي تارغيت ديالك، شنو هما الاهداف اللي غتوصل ليها، وشنو هما الالقاب اللي غتدي. اول حاجه البطوله خصها تكون لا نقاش، ثاني حاجه الكاف نقدر نقول لك خصك توصل للفينال، ثالث حاجه كاس العرش خصك تديه. هذا السير العشوائي ما عندنا ما نديرو به، هذه اول حاجه. باش حتى الا ما وصلتيش لدوك الاهداف تمشي في حالك، خصنا نعاملوك بحالك بحال المدربين.
تعطينا اهداف اللي غتوصل لها، الا غتدخل الوداد في الاطار المؤسساتي، دير هيكله وتبدا من المدرسه، من البي بي مينيم كادي جونيور سينيور وانت طالع، احنا معاك، حيت هذا المشروع كياخذ واحد الوقت. ثاني حاجه، دير بنود مع المدرب باش ما يوقعش لنا بحال اللي وقع لنا مع موكوينه، عطيه 6 الماتشات ما بانش النتائج شي بحالو. انا ما غنحكمش على بن هاشم من المونديال، حيت اول ماتش وثاني ماتش راك لاعب مع السيتي واليوفي. ثالث ماتش بحكم انه كان دار حادث والله يشافيه بمناسبه، الحمد لله اللي خرجت بسلامه، هادشي علاش ما غنحاسبش المدرب على الماتش ديال العين، ولكن دير معها خويا دي تارجت ما يوصلش ليهم، ما نتسناوش عليه موسم كامل. ثالث حاجه، ما نبقاوش نشوفوا لعابه خصهم الوقت باش يتاقلموا. الوداد خصها لعابه يجي يلبس التوني يماركي، يجي يلبس التوني يديفوندي، ما يجيش يديروا بينا حنا الفورمه. الوداد ماشي فريق كيلعب على تنشيط البطوله، الوداد فريق القاب وتكون كفريق القاب، فاللعابه اللي غيجيو عندنا سي ايت منهم خصهم يكونوا لعابه ديال الالقاب. وحاجه اخرى نسيتها في الفيديو يلاه غنضيفها هنا حيت مهم ما نهضر عليها. السيئت منهم كيفاش كتشتك كتجاري ليا الوداد بحال الا قرض بنكي. لورش مثلا خديتيه بريطي من سان داونز، انت غترجع عليهم فوائد، الفوائد اللي هي جا عندك كان فورما ماشي تالي، حيت ما يمكنش سان داونز غيصيفطوا لك واحده من الركائز ديالهم يعطيوه لك انت بريطي، الوغ صيفطوا لك دار عندك فورما طلع النيفو مصيفطوا لهم بالفوائد ديال داك النيفو اللي طلع، فانت كتجاري الوداد بحال شي قرض بنكي. وغادي ليا بستة ديال اللعابه بريطي، واش حتى شويه لاباس؟ امتى عمرها كانت الوداد هادي؟ هذا فشل ذريع في التسيير، ما يمكنش رئيس الوداد يكون بهذه السذاجه وبهذا العبط وبهذه العشوائيه، لا يعقل. فكأس العالم كحصيله استفدنا منها، لعبنا مع فرقي دو او نيفو، ولكن مباراة ديال العين بحال اللي ضربتنا كلشي في الزيرو. شتي كون حبسنا من مورا الماتش ديال السيتي والماتش ديال اليوفي كون كانت عندنا واحد لوبينيون اللي هي بوزيتيف. المهم الخوت الله يرحم بها الوالدين، ما تنساوش ديروا الهاشتاغ اشرف حكيمي بالون دور 2025. خصنا نسيبورتيو هاد النجم ديالنا، ونراكم في الحلقه القادمه والسلام عليكم.